هنحل مع بعض read and write the correct form of the words between brackets. Number 1 sudden sunlight made a loud noise and flashed brightly. طبعا sunlight اللي هي between brackets دي هنعملها correct وهتبقى ايه؟ عندي اللي بيعمل لنا صوت عالي وبيعمل لنا flashed brightly ده بنقول عليه thunder. تمام، فهنكتب مع بعض number 1 thunder. Number 2 After days of heavy rain the river caused a big drought in the town. طبعا احنا خدنا الفيضان اسمه flood وقلنا ان فيها double O بتتنطق مش long O، هنا هتتنطق short U زي ما خدناها في الوحدة بتاعتنا في الفونكس. طيب number 3 a bond spread quickly through the dry forest burning many trees. قلنا ايه هي اللي بتعمل حرايق وبتنتشر بسرعة في الغابات وفي الاشجار؟ قلنا ما اسمهاش bond يعني بركة اللي هي smaller than lake، اما اللي يقصد بيها هنا اسمها wild fires. Number 4 during the heat wave the air was filled with dust and strong winds. هنا هنعمل ايه؟ بيقول لي during the heat wave the air was filled with dust and strong winds. هنا مش heat wave، هنا هتبقى اسمها sandstorm اللي هي العاصفة الرملية. تمام، لازم الكلمات بتاعة الوحدة تكون محفوظة يا شباب. تمام، هطلع لكم عشان تبقى باينة. sandstorm we need to stay dangerously indoors when there is a big storm. طبعا dangerously يعني خطر، احنا هنا عايزين نقول عكسها الأبزت بتاعها اللي هي save. اوكي تمام، بعد كده rearrange هنا عملت له answer before ما نصور يعني وكده عشان ما ناخدش وقت في الكتابة والفيديو يكون طويل عليكم حبايبي. هنيجي بعد كده على ال rearrange. طبعا ال rearrange متعودين كلنا ان احنا بنحط فول ستوب في السنتنس والكويستشن مارك بنحط علامة الاستفهام، بس هنا ما سمحليش البرنامج ان انا احط دوت، فهتحطوا انتوا حبايبي. فهنحل مع بعض. اول حاجة a thunderstorm can be very loud اللي هي العاصفة الرعدية ممكن ان تكون عالية في الصوت، يعني تبقى تعمل ضجيج وكده وضوضاء. number 2 عندك loaded with the streets rain و heavy after the. هنبدأ ب the streets ونحط الفيرب بتاعنا اللي هو flooded after the heavy rain، يعني الشوارع اتغرقت لما المطر نزلت بكثافة. number 3 عندك quickly forests wild fires و dry و spread in. طبعا احنا متعودين ان مع الاولاد ان احنا بنعرفهم التكوين والترتيب بتاع السنتنس، ان احنا بنخلي في الخانة التانية الهيلبينج فيرب او المين فيرب لما بيجي، وبعد كده الادفيرب اللي هي الصفة اللي بتبقى اخرها ال واي اللي بتوصف لنا الفيرب، وبعد كده بنكمل بقية السنتنس عادي. فهنا لما نيجي نكون الاول هنقول الوايلد فايرز spreads لان هي اللي عندي المين فيرب اللي هي معناها الحرائق انتشرت في الغابات بسرعة. number 4 عندك no means rain و drought long is و time و there و for. هنا لما تلاقي عندك السنتنس طويلة لازم تبدأ تفهمها الأول. يعني مثلا لو عارف مصطلح الدراوت ده معناه ايه، الدراوت ده معناه ايه، اكيد اول حاجه هتقول drought means there is no rain for a long time، لان انت هتكون قاريها عندك في الستوري في الباراجراف او في الليسن عندك في الكتاب، فاوريدي الجمله دي مش هتكون جديده عليك وهتكون عارفها على طول انك تكتبها حتى لو انت مش عارف ترتيب الجمله ايه. number 5 عندك save و is و to outside و go و a و sandstorm و during و question mark. طبعا واضح من التكوين او الفورم اللي قدامنا ان هو question، فهنبدا طبعا نخلي بالنا ان احنا لازم نبدا question اما WH question اما yes و no question اللي هو بام و is و are او did لو كان في الماضي، اما لو علامه الاستفهام هي WH هنكتبها على طول في اول السؤال. لكن هنا جايين لنا ان احنا هنبدا السؤال بتاعنا اللي هو yes و no question اللي هو بالهيلبينج فيرب، وهنعمل اول حرف كابيتال، فهتبقى is it safe to go outside during a sandstorm. طبعا في question mark في الاخر مش فول ستوب، هنعمل question mark هنا مش فول ستوب. اوكي خلينا نصلحها لو عرفنا يعني.
طيب المهم هي مش هتتكتب، مش عارف ليه حالفة ان هي ما تتكتبش. المهم ان احنا نكون عرفنا ان ده question mark لازم تتكتب question mark مش full stop. هنيجي يا حبايب قلبي في listen 2 ونشوف الانسرز بتاعتها برضك مع بعض. هنيجي يا حبايب بعد كده على number 1 اللي هي complete the missing letters في listen 2. wildfire احنا قلنا دي حرائق الغابات، طبعا زي ما احنا شايفين الميسنج letter هنا letter D. بعد كده flood، وفلاد هنا معناها يعني الفيضان، واخدين طبعا الكلمات بتاعتنا وقلنا لازم نحفظها حبايبي علشان لو جات لنا زي ما احنا شايفين الميسنج letter نبقى عارفين ان flood فيها دبل او. بعد كده drought اللي هي الجفاف، المية فيها بتبقى very low، فبنقول ان drought كمان فيها الجي اتش بنقولها silent، تمام، فهتبقى drought ناقصها missing letter O. sandstorm يعني العاصفة الرملية، اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين فيها كلمة sand اللي معناها رمل، وستورم هتبقى معناها عاصفة، والاتنين هتبقى sandstorm. لو اللونج word بالنسبة لك ممكن تعملها divide parts into two parts، تقسمها نصين عشان تقدر تحفظها sand وستورم. نفس الكلام لكلمة الوورد بتاعتنا اللي هنا heat wave يعني موجة الحر، طبعا فيها كلمة heat HEAT، عشان تحفظها تحفظ كلمة heat الأول وبعدين كلمة wave اللي هي موجة. زي ما احنا عارفين ان EA في كلمة heat دي digraph بتتنقل اللونج E هتبقى heat مش hate، هتبقى heat wave. بعد كده قلنا ناقصها missing letter هنا هيبقى V. الاكتيفيتي نمبر 1 عندك هتعمل read and complete the text with words in the box. هنقرا الوردز الأول: flood water, sandstorm, canals, breaks, irrigation. خلينا نتفق مع بعض ان نقرا الباراجراف كله الاول وبعد كده نبدا نحل علشان ما نتسربعش ونحط وورد مثلا هنا ونبص بعد ما بنقرا لا. بعد كده على read and complete the text with words in the box هنقرا الوردز الموجوده عندنا: flood water يعني اللي هي مياه الفيضان، sandstorm العاصفه الرمليه، canals اللي هي قنوات بتتحكم في المياه، breaks اللي هو الطوب، irrigation اللي هو الري. طيب ancient Egyptians were clever at dealing with nature changes، يعني كانوا أذكياء جدا في التعامل مع تغيرات الطبيعة. they built to manage the Nile's. طيب هنقول they built canals علشان نقدر من خلالها نتحكم في مياه نهر النيل، لو في فيضان نقدر نتعامل معاه. هتبقى flood water. When a drought made the rivers water low, they used irrigation. بيبدأوا يستخدموا وسائل الري اللي هتخلينا نخفض نرش من الاستخدام علشان المية في الجفاف بتكون very low. irrigation. They also knew how to protect themselves from the strong wind and sand of a sandstorm. وقلنا sandstorm اللي هي العاصفة الرملية. by building home with thick mud bricks اللي هو الطوب. BRICKS. okay. بعد كده نخش على activity number 2 read and write the correct form of the words between brackets. اول حاجه هنشوفها في number 1 yesterday، وyesterday دي معناها keywords بتيجي في حاله استخدامنا للpast simple اللي هو الماضي البسيط. yesterday I go to the park with my friends. طبعا هنا go لازم نوديها للحاله بتاعه الماضي الpast tense، هتبقى went. اللي بعديها she didn't eat her dinner last night. طبعا ما ينفعش didn't يجي وراها ال verb في ال past tense، so احنا مفروض على طول نرجعها للمين verb اللي هي eat. read the text and answer the questions. هنقرا التكست كويس جدا ونركز فيه، والكلمات الصعبة نبدأ نبحث عنها ونشوفها تاني في اليونت ونطلعها في الكتاب ونحفظها. Nature can sometimes change in powerful ways, leading to extreme weather. A sandstorm carries strong winds and dust, making it hard to see. During a heat wave, temperatures become dangerously high for many days. A flood happens when too much water covers dry land.
often causing damage when there is no rain for a long time. It's called a drought, which can harm crops and animals. Learning about these events help us understand how to stay safe. القطعة بتتكلم على التغيرات اللي بتحصل لنا في النيتشر او الويذر ايفنتس، وبتقول لنا كمان احنا ازاي نقدر نتعامل او ناخد حذرنا لما العوامل او التغيرات دي تحصل. فبيبدا القطعه بتاعتنا بيقول لك النيتشر اللي هي الطبيعه can sometimes change in powerful ways، ممكن تتغير بطريقه قويه او عنيفه شويه، بتخلي leading extreme weather، بتخلي الوزر يتغير تماما، زي ساند ستورم carry strong winds and dust، زي العاصفة الرملية بتكون شديدة جدا، ريحها شديدة ومحملة بالرمال والغبار أو الأتربة، making it hard to see، تخلينا إن في صعوبة في الرؤية. during a heat wave، وكمان من خلال موجة الحر اللي بتيجي بتخلي temperatures درجات الحرارة became dangerously high، تخليها مرتفعة جدا for many days لعدة أيام. والفلاد لما بيجي بردك flood happens، اللي بيحصل بيقولك ان في too much water covers dry land، في ميه بتكون كثيرة بتغطي الأراضي الجافة، فبيحصل غالبا damage تلف في الأراضي دي. وبعد كده when there is no rain for a long time it's called drought، بيحصل بعد كده لما يكونش في مياه for a long time لفترة طويلة بنقول على الوقت ده drought يعني جفاف، which can harm crops and animals، اللي تأذي المحاصيل بتاعتنا الزراعية وكمان الحيوانات. بيقول لي learning about these events help us understand how to stay safe، ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع التغيرات الطبيعية دي، بتخلينا نفهم ازاي نبقى safe مني. Number 1 what is it called when a lot of water covers dry land؟ ايه هي التغير الطبيعي او البيئي اللي بيحصل لما يكون في مياه covers الأراضي الجافة؟ بنقول عليها flood يعني الفيضان. هنبدأ نعمل سيركل عليها flood. Number 2 which extreme weather even involves dangerously high temperatures for many days؟ ايه هي الحالة اللي بتيجي بتخلي الويذر بتاعنا extremely high temperatures؟ بنقول عليها heat wave. بعد كده answer the following question، هنبدأ نشوف ال following question بتاعنا ايه هو. What makes it hard to see and breathe during a sandstorm؟ ايه هو اللي بيخليه عندنا صعوبة في الرؤية والبريز during الساندستورم؟ خلي بالنا الساندستورم حبايبي لما بتيجي بتكون مليئة بالأتربة والرمال، فبنقول ال strong winds and dust make it hard to see breathe during a sandstorm، يعني الرياح القوية بتيجي بتكون معاها أتربة فبتخلي في صعوبة في الرؤية والنفس، فهنكتب strong winds and dust make it hard to see and breathe during sandstorm. نكتب مع بعض كده strong. احنا بنجيب طبعا الانسرز بتاعتنا من القطعة، مش بنجيب من بره القطعة عشان اجابتنا تبقى نموذجية. بنقول strong winds and with dust هما اللي بيخلوا لنا بيبقى فيه makes hard to see and breathe during sandstorm. طيب how can a drought affect plants and animals؟ ازاي الدراوت الجفاف لما بيحصل بيأثر على المحاصيل الزراعية وكمان بيأذي الحيوانات بتاعتنا؟ بنقول ان drought can harm crops and animals by taking away water أو by making the water very low، فاحنا هنكتب by making أو by taking away by taking away the water for many days. By taking away the water for many days. ما تنسوش الفلسطين في آخر سنة. طيب why is it important to learn about extreme weather events؟ ليه احنا مطالب مننا او مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع التغيرات المناخية او ال nature changes؟ هنقول ان احنا it's important to know how to deal with the weather changes to understand or can understand how to stay safe. لازم اول letter تبقى capital to capital D يعني to understand how to stay
يبقى why is important to learn about extreme weather events to understand how to stay safe. هنيجي بعد كده على lesson 3. طبعا بيبقى في زي سؤال كده question اللي هو بيبقى عبارة عن warm up، اللي هو بيشجعك ازاي تحل الأسئلة دي قبل ما تبدأ تخش في الكويشن. فبيقولك lesson 3 about story ظريفة جدا between two frogs. two frogs دول كانوا best friends وكانوا عايشين مع بعض في بوند، وقلنا البوند دي اللي هي smaller than the lake اللي هي البحيرة البركة سوري. فبيقولك what did you learn from the two frogs story؟ ايه اللي انت اتعلمتها من قصة الفروغ؟ طبعا اتعلمنا ان احنا that thinking is very important for making any choice، لان ده هيخلينا stay safe، ما نتسرعش في ان احنا ناخد قرارات قبل ما نفكر فيها بحرص، علشان ما ندمش على قراراتنا دي بعد كده ان احنا ما فكرناش فيها كويس قوي وخططنا لها بذكاء. فهنا هنقول what did you learn from the two frogs story؟ هقول that things I learned، عشان الإجابة تبقى نموذجية قلنا مكتبش خلاص. هنقول I learned، خلي بالك الماضي past بتاع كلمة بتاع verb learned. I learned that thinking before making choice stay us safe. Thinking before making any choices or choice stay us safe. ونحط فلسطين. help us stay safe، عشان تبقى زي اللي مكتوبة في الكتاب بالظبط. اوكي، قال that thinking before making choice help us stay safe. ماشي تمام. هنخش بعد كده على الكويستشن اللي بعده. عندك choose the correct answer from A B C D. أول حاجة number 1 where did the best friends frog live؟ عايزين نشوف ايه البيست frogs كانوا live at the beginning of the story، كانوا عايشين في a deep well ولا in a small pond ولا in a large lake ولا in a river. طبعا هم كانوا عايشين in a small pond. What did the frogs enjoy doing in their home؟ نخلي بالنا ان enjoy بيجي دايما وراها الverb ing، فدايما بنقول enjoy لازم ان الverb بعدها يجي فيه ing. ف what did the frogs enjoy doing in their home؟ كانوا بيستمتعوا بوقتهم ازاي؟ كانوا catching fish ولا catching flies ولا eating plants ولا sleeping all day. طبعا في الستوري هم كانوا بيستمتعوا بوقتهم ب catching flies، والflies اللي هي الانسكتس اللي بتبقى ب2 wings. Number 3 what happened to the pond during the hot summer؟ ايه اللي حصل للبحيرة للبركة من خلال الهوت سمر؟ it overflowed ولا it became muddy ولا it started to dry up ولا it froze؟ يعني هي فاضت ولا بقت طينية became muddy، ولا it started to dry up جفت ولا it froze اتجمدت؟ لا هي جفت، ويخلوهم يروحوا يفكروا ان هم ينقلوا to a new home. What does leap mean in the story؟ طبعا leaped هنا فيها digraph EA، ال EA قلنا بننطقها long E، فهنا هنقول what does leap mean in the story؟ to walk slowly ولا to jump high and far in one big movement ولا to swim quickly ولا to hide quietly؟ طبعا هنا هتبقى to jump high and far in one big movement، يعني ان انت تقفز عالي وبعيد في حركة واحدة زي ما بنشوف الضفادع في الأفلام والمسلسلات. Number 5 what is the main message or moral of the two frogs story؟ يعني ايه هي الرسالة الأساسية أو العادة والأخلاق اللي احنا اتعلمناها أو الحكمة من الستوري بتاعت الفروجز؟ هل هي frogs should live in wells، ان هم مفروض عليهم وينبغي عليهم ان هم يعيشوا في الآبار، ولا it's important to be brave ان هم يكونوا شجعان، ولا always think before you act، المفروض نفكر قبل ما نتعامل أو نتصرف، ولا summer is dangerous season، ولا فصل الصيف هو فصل خطر dangerous؟ لا هو مفروض الحكمة اللي اتعلمناها من الستوري always think before you act. Put the words in the correct order to make sentence، يعني هنرتب مع بعض دلوقتي زي ما احنا قلنا لازم نقرأ الكلمات كلها عشان نقدر نشوف ايه هي الوردز اللي المفروض هتتكتب اول حاجة. وباي ذا واي احنا طبعا الكلمة اللي بتبقى اولها كابيتال هي دي اللي عادة بنبدأ بيها. فهنا بيقول لي frogs و two و small و pond و lived in.
طبعا اول حاجة هتبقى number 1 اللي هي two frogs lived in a small pond. طبعا لازم تعرفوا وتتأكدوا ان bond هي smaller زي اللي بس قررت اعمل لها repetition كام مرة، لان الكلمات مهمة جدا ان انتوا تحفظوها عشان لما تجيلنا في اكمل missing letter تبقى عارفينها، ونحط full stop في الاخر لان دي sentence. طيب بعد كده عندك best friends و where we they. طبعا they فيها capital letter، اذا هي دي الورد اللي هنبدأ بيها السنتنس بتاعتنا، فهنكتب طبعا they هتبقى number 1. بعد كده هنيجي على helping verb بتاعها هتبقى they were، طبعا زي اللي شفنا في الستوري best friends ما كانش اسمها friends best، لا اسمها best friends. number 3 best، number 4 friends. طيب هنيجي بعد كده على number 3 عندك bond the dry up started to. طيب احنا خدنا ان الكلمة اللي اول letters فيها capital هي اللي هتتكتب الاول، the بعد كده هتبقى the ايه the pond يعني البركة مالها ايه اللي حصل لها. ها started to dry up يعني ايه started to dry up؟ يعني بدأت في ان هي تجف. started to dry up لان احنا خدناها في الستوري dry up معناها ان هي تجف. number 4 new a home look for decided they to. عندنا they اهي، طبعا they هنبدأ بيها اول السنتنس بتاعتنا. طبعا مننساش نحط الفول ستوب هنا ونحط الفول ستوب هنا عشان دي كلها سنتنس. طيب number 4 هنرجع لها تاني ونقول they، وغالبا بعد الضمير لازم يبقى فيه بعديها verb على طول. هنقول ايه بقى they decided to. خلي بالنا decided to زي started to من الفيربات اللي بيجي وراها المين verb في الانفينيتيف يعني في المصدر، يبقى اقول هم قرروا they decided to ايه قرروا ان هم يعملوا look for. look for وخدنا look for معناها يبحث عن. look for a. هنا حاجة جميلة قوي لازم تعرفوها ان الادجكتيف بيجي before the noun، يعني محدش يقول لي a home new، لا لازم الادجكتيف الاول اللي هي new تيجي before the noun، يبقى هتبقى a new home. وفي الاخر برضك في